السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب الصف الرابع الابتدائي؟ معكم مس أسماء سمير، مدرس الدراسة الاجتماعية. ان شاء الله النهارده هنكمل الجزء الثالث من الدرس الاول للصف الرابع، ولكن قبل ما ندخل في اي تفاصيل واي شرح نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ شرح الجزء الثالث. في الجزء ده بقى بيقول لك ثانيا طرق تحديد الاتجاهات باستخدام الطبيعة. احنا هنقرأ ونرجع نحكيها حكاية. بيقول لك إذا اعتمد الإنسان قديما على الطبيعة لتحديد الاتجاهات مستخدما طرق ووسائل متعددة، ومنها الشمس لتحديد الاتجاهات أثناء النهار، والنجوم لتحديد الاتجاهات أثناء الليل. يلا بقى نحكي الحكاية. بيقول لك بس قبل ما ندخل في الحكاية والتفاصيل صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. بيقول لك المصريين القدماء قديما ما كانش عندهم حاجة اسمها موبايل، ولا كان عندهم أي أدوات تعرفهم الاتجاهات. فكان لو في شخص مثلا واقف في المكان ده عايز يعرف هو ده هو اتجاه ايه أو ده اتجاه ايه، ما كانوش بيبقوا عارفين. فهم عملوا ايه بقى؟ بدأوا يتجهوا إلى ايه؟ استخدام الطبيعة.